أما الأخلاق فجوهرة، يا رب احفظها يا باري، يا رب احفظها. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. قبل ما نبداو في القصة تاع اليوم، زي العادة صليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول مولات القصة اليوم: أنا طفلة من الغرب وفي عمري 22 عام. بابا وماما مطلقين، طلقوا كي كنت صغيرة، كي كنت في القماطة. بابا ما نعرفوش خلاص، ومام هو ما يعرفنيش، جامي سقسى عليا. وأنا ملي كنت صغيرة عايشة عند خوالي، هما اللي كبروني، هما اللي قراوني، هما اللي كانوا يشريولي، المهم هما اللي تهلاو فيا. سيرتو خالي هذا اللي مربيني يبغيني بزاف. ايام ملي يتزوج خالي هذا تبدل عليا بزاف، ولا يضربني ولا يسبني، يقول لي ربيتك ودرت فيك الخير، وعاد باغي يزوجني لواحد صاحبه هذا في عمره 50 عام. كي كنت نقرا انا في الصيام كان هو يقول لي ادخلي في الوقت واخرجي في الوقت، نتوخر دقيقه برك يبدا يسب فيا. ما في الليسي ثانيك نفس الشيء كان يدير لي كيما هكا. وكي يجيو لي يقراو معايا في الكلاس يجيو لي للدار يحل هو عليه من الباب، ويجي يقول لي راهم جاو يسلفوا، ويضحك لهم في وجههم. ومن بعد كي يروحوا يجي لي انا ويضربني. ما كانوش يخلوا صحاباتي يجيو عندي خلاص. كل ما يجيو عندي يبدا يعيط يبدا يسب، كان يقول لي تطلعي الليسي نتبرى منك، وانا قلت له تبرى نكمل قرايتي ربي سهل عليك. كان كل يوم يلقى لي سببه يضربني، وكل يوم المعايره. كيما قلت لكم يعني معيشه معاه ما تتعاشش. واحد نهار كنت لابسه بيجاما جا ضربني الكلوه تاعي، قال لي اقلعيها درك. اي انا نحيتها. وكيجي ولاد خوالي ولا ولاد خالاتي ولا الدار، هذا ولاد خوالي ولاد خالاتي انا تربيت معاهم دايرتهم زي خاوتي، كان كي يلقاني نحكي معاهم يضربني. ولو كي يجيو انا ما نخرجش من الشومبرا نخاف. بديت نكبر ووليت نقرا بالسيف، ما يبغيش يخليني نقرا ثاني، كنت نقرا فوق قلبه. ولا يحرش ولاده وباه يلقى سبه برك ويضربني. ماما ما تهدرش خلاص، تقولي انا كي نهدر وين نروحو. جدك يجيو خالاتي انا وماما نوليو كي الخدامات عليهم حشاكم، نغسلو نديرو كل شيء، ويجيبوا ولادهم ويقولوا ما درتوش وما عملتوش. بزاف حوايج صراولنا. كي نمرض والله ما نلقى باه نجيب الدواء، خالي هذا عسكري نقولو روح باه نفوت والله ونجيب الدواء على مرتو. يقول لي لا لا بغيتي تباصيني كي يجي العيد. تغيرني عمري نقول وين راه بابا وين راه، يعني علاه صاري لي كيما هكا. تغيرني عمري متمنيه نعرف حنانة الاب كيفاه دايره. جامي شفتها كيفاه دايره، وانا يا قاعده غير نشوفو ونسكت. كي نهدر يقولوا لي باباك رماك، وحنا يا اللي ربيناك وحنا يا اللي كبرناك. حتى مرت خلاص كي وليت نقرا في الليسي كانت تقرا معايا وحده الطفله هذه من لافامي تاعي. واش ندير على بالهم كاع بيا. يقول لي خالي روحي معاها واروحي معاها، وكان ديما يقارني بيها. يقول لي شوفي هي كيفاه دايره الحجاب وتقرا مليح وتخدم في الدار. وانا يا خالتي نخدم في الدار نعجن طيب نسيق ندير كلش. مي القرايه الله غالب ما كنتش نقرا مليح قدي قد روحي. وهي عندها تليفون كانت تقرا بيه، وانا ما كانش عندي. كانت الشيخه تبعث لهم الدروس وانا ما عنديش وين نكتب. كانت هذه الطفله فامي تاعنا مي ذاك تبعث لي نكتب. المهم هذه الطفلة لي فامي تاعي هذه ولات مع ولد خالتي، وهو كان ناويها للحلال، وهو قال خالتي بلي راني ناويها. خالاتي ويماه وخوالي كامل ما قبلوش، وانا جو سقساوني. انا على نيتي قلت لهم مع من كانت، ومن بعد سقسيت صاحبتي من الفيسبوك. كنت حلته خيانة على دارنا، على بالها غير ماما وخالاتي برك، عندي خالاتي زوج هذا ما كان. وانا سقسيتها على نيتي كيما قلت لكم، هي راح دارت كابتير وبعثتهم لافامي تاعي كامل. ايا جات هي ويماها هذيك الليله وبدات تعيط وتسب، ودرتو في بنتي تيكيات. ايا قلت لها ماما روحي غدوه صباح نجيلك انايا. فات صباح ورحت ماما هدرت معاها قلت لها ايه وخلاص. ايا يما الطفله هذيك قالت له روح قول خالك وريلو لي ميساج ولا نروح نشكي بيها. ايا هو راح قال له، وخالي ضرب ولد خالتي وراح الجده قال لها ديري لها تليفون وتخبيوه. قالت له جده والله ما عندها تليفون، انا نحلف في بلاصتها، ما بغاش هو يامنها. وانا صح ما كانش عندي تليفون، كان عندي غير الفيسبوك هذا ما كان. خالي جبد روحه ما ولاش يحكي معايا خلاص، وانا خلاص وليت نقرا. صرات لي في العام تاع الباك. ايا قريت وجبت الباك بكيت بزاف. قلت يا ريت معايا بابا يفرح معايا وهكا كي البنات. كي علقوا النتائج ما كانتش ماما معايا، كانت في الجزائر.
كنت غير مع جدة، وجدة فرحت بيا بزاف، ومع نسا خوالي ثاني فرحوا بيا. فات هذاك النهار عادي، يعني فرحوا بيا الحمد لله. كي جيت نسجل في الجامعة، خالي هذا قال لي ما تقرايش. انا سجلت وبلوكيت العام، ما قريتش خلاص. ايا قلت ندير دبلوم في السونتر. ماما ما خلاتنيش، قالت لي لا لا بعيد. قلت لها نخدم، قالت لي لا لا. سكت انا وقلت معليش. شريت لي تليفون، انا حليت الفيسبوك تاعي وتعرفت على واحد من الشرق. اول واحد في حياتي، هو اول واحد عرفته. وانا مليحه في الزين، قاع اللي نعرفهم ويعرفوني نعجبهم. وخطبني شحال من واحد خالي ما قبلش. هذا اللي عرفته حكيت له الحكايه تاعي كامله، قلتها له من الاول للاخر، فرغت له قلبي. بغيته صح، لقيته معايا، وقف معايا في كلش، كان معوضني. والحمد لله. واحد نهار كنت نحكي معاه، سمعني خالي نحالي تليفون وضربني، وبغى يقول لخوالي الاخرين، وقعد يقول لي قولي لي. انا قلت له ما نعرفوش، خفت على السيد وخفت كش ما يديروا له. والله انا عيط له من عند جداتي، وقلت له كي قلت له قال لي نجي نخطبك. انا قلت له لا خفت. ماما ما كانتش تما، كانت عند اختها ديما تروح ليها للجزائر. جت ماما وهدرت معاه، هو سكت ولا حاقد عليا، كي يشوفني يسبني وانا غير نسكت ما نهدرش. نخاف يعني يقول خوالي الاخرين السيد هذا كان يبغيني، كان يعيط لي ما يلقاش كيفاه يعني يهضر معايا. ومن بعد عطات لي خالتي تليفون، عطاته لي سرقه، كنت انا نحكي معاه، ولينا نورمال، وحكى مع ماما وقاع. قلت لها بلي نشري تليفون من عند صاحبتي، وبديت نحكي معاه. العام مزوج دا القرايه جا، وخالتي هي وراجلها قالوا لي اروحي عنا للجزائر وقراي. يعني صراحه كي راجلها وقفوا معايا وقالوا لخالي، وخالي قبل. رحت به نقرا ومشي عجبهم الحال، بويسك عمامي ثم قالك تروح ليهم. مركيت في الجزائر انايا بالسيف به قبلوني، يعني معرفه. دخلت نقرا والحمد لله. ودخلت روطار، انا كنت نبات عند خالتي، كنت نعاونها في كل شيء، نقرا ونروح عندها. وكنت نخدم في الدار كي نروح. وكي كنت نروح لدارنا يقولوا لي ما تقرايش، وعلاه تقراي؟ نسكت انا ونخليهم برك. ومن بعد انايا مرضت، داروا لي سحور بسبب لافامي تاعي هذيك اللي كانت تقرا معايا. انا وياها جبنا الباك مع بعضنا، هي ما قراتش، قرات في السونتر وانا قريت في الجامعه. وعلى هذه دارت لي السحر هي ويماها. على جال ولد خالتي دارت لي ليا والولد خالتي، هو بلعت له مخه خلاص. وانا هبلتني وليت زي المهبوله، نبكي نقطع حوايجي، وما نبغيش نريح في دارنا، خايفه حاشاك نتقيا الدم، نبكي الدم، فمي عواج، لافوا تاعي تتبدل. كنت كل خطره نقطع يدي وما نحسش، نكسر القزاز. ماما كرهتها خلاص، ما وليتش نحملها. يا ربي اسمح لي يا ربي، ويا ربي اهديني. ماما مسكينه كانت كي تهضر معايا نبدا نعيط، نبدا نسب، يعني نسب فيها هي، مش بيدي، الله غالب، نعيط ونسب وهي تبدا تبكي. انا ما على باليش خلاها عليه ندير كاك، نولي زي الحجره، نشوف فيها ما نحس بوالو. وكي ريح وحدي نبدا نبكي ونقول يا ربي وش درت. تغذني عمري خلاص، نبغي نطلب منها سماح، حاجه ما تخلينيش. وكي تجي قدامي شغل نعتبرها غريبه، هي تهضر معايا وانا ما نهضرش معاها. مازلت درك دايرت لها كيما هكا، والدركه دايرتها في رجيتي. ربي يهديني. ادعيو لي نبره برك، انا ولا لي كونسير، هذا سحر ولا لي كونسير في الراس. هو سحر يعني، قال لي راقي انا ضريت صراحه، ما قدرتش، راني باغيه نبره، وليت موسوسه، وليت كارهه حياتي. كي كنت راقي، كي نجي من عند الراقي هذاك نخرج برا ونطيح، حتى يحوسوا عليا هما، وخالي بدا يسب ويعيط عليا. حسبت له راني ندير هكا بالعاني، ما كانش يديني هو، كان يديني غير راجل خالتي. دايرين لي سحر به ما نتزوج وبه ما نجيبش ذراري. ولد خالتي بلعت له مخو كيما قلت لكم، وعمات له عينيه مسكين، يشوف فيها غير هي، ولا يضرب يماه، يضرب جده، جبد على العيله تاعو كاع، كان يحوس عليها غير هي. هو رقى وبرا ولا مليح، انا راني مريضه ومازلت كيما هكاك. ادعوا لي نبره. كرهت القرايه، كرهت كل شيء، ما على باليش كاع كيفاه قريت. وكيما قلت لكم كي رحت للطبة قالوا لي بلي عندك كونسير في الراس، وكي رحت للراقي قال لي لا هذاك غير سحر، بالرقيه يروح. واحد نهار رحت للسبيطار عند طبيب تاعي الاعصاب، يشوف لي فمي على عواج، هو كان مسيحر برك تقست وفمي عواج. وانا في هذيك البريوده كان عمي مريض، كان في السبيطار، نفس السبيطار يعني. راح ليه راجل خالتي، بويسكوما من نفس لافامي تاعو. ما قلت لكمش انا يا ماما تزوجت مع ولد خالها، صافي من لافامي تاعها، يعني مخلطين لافامي مدين من بعضهم.
المهم كما قلت لكم سمعت به بلي مرض. انا رحت للسبيطار وهو كان فيه، وخالتي قالت لي لا ما تروحيش ليه. وانا والله ما كانت نيتي روح ليه، والله كي دخلت للسبيطار تلاقيت مع راجل خالتي قال لي ادخلي. دخلت شفتو هما ما يعرفونيش، شافني عمي المريض وعمي الاخر ثاني كان يبات معاه وبدا يبكي ومنا وقال لي الله يبارك وكبرتي. قعدت شويه وخرجت. كي خرجت خالتي سمعت بلي رحت، راجلها هو اللي قالها، عيطت لي وتسب فيا وعلاه روحتي. انا ما قدرتش نهدر، كان معايا عمي. سكت. وكي رحت للدار حرشت راجلها عليا وهي تسب وهو يسب وخبيتها في قلبي. سكت الله غالب، بيسك ما عنديش لمن نهدر. سكت وخلاص قلت معليش. وعمي دار في باله بلي نعاود نرجع مع العشية. ايه هو قال خاوته والخياتو قال ما جايه وانا ما رحتش. ثم قالوا لي ما كانش يسموك تقعدي هنايا، ما كان له تروحي. ايه من بعد وليت نمشي بالوقت معاهم، يعني نروح بالوقت نجي بالوقت. خوف الله غالب. فاتو شحال من شهر ومات عمي هذا، وخالتي هذيك اللي كانت تسفي عليهم على جالهم هذيك صاحبتهم ولا تحكي معاهم، على خاطر هما ما كانوش يحكوا مع بعض على جال ماما. كي طلقت شغل تقطعت العلاقة وما كانوش يحوسوا عليا. اي قبل جنازة عمي حكى معايا عمي الكبير وقال لي اسمحي لنا احنا يا عمامك وما حوسناش عليك. سكت انايا ما هدرتش، قلت لكم كيفات الموت. بعد يوم رحت انايا مع خالتي هذه وشفتهم اول مرة. انا جايه قصيريه ونضحك ونقصر مع الناس. مي هما كي رحت ليهم قلبي ميت، ما عرفتش واش ندير، قعدت غير نشوف وهما يسقسوا فيا وانا نجاوب وقلبي مرتاح الهمش. قعدوا يقولوا لي شوفي واش كاين ومنا ودارها المكتوب وحنايا هكا ويمك نحبوها. خوالي يحكيوا لي حكايه وعمامي حكايه واحده اخرى، ولحد الان ما على باليش واش من سبه طلقوا. بابا كان متزوج مع واحده مغربيه قبل ماما، كانوا عاقدين باركو، من بعد قال ماما بلي طلقتها وهو ما طلقهاش، ومن بعد تزوج بماما قعد عام وطلقها. المهم ما ينفقش عليا خلاص. هو تزوج ورجع لمرته المغربية هذيك وجاب 4 ذراري وعايش معها في فرنسا، عندهم 20 عام، ما هبطش خلاه للجزائر. هكا قالوا لي عمامي، وانا بغيت النيميرو تاعو باه نحكي معاه. بعت له ميساج مع خوه، قالوا بنتك يتحوس عليك يتحوس تهدر معاك اهدر معاها. قالوا اذا غضتك احكي معاها ولا مركيها في اسمك، انا مسحقهاش. في 26 سبتمبر 2022 قالها لي، عمري لا ننساها. شفتوا هذا نهار يبقى محفور في راسي. انا غضتني عمري خلاص وبكيت، قلت له ان شاء الله تجيك في العزيز. دعيت عليه وليدو مات. هي مش مليحه نستشفى في الموت ولا مي كيما حرمني انايا من احساس الابوه، حرموا ربي من ولده. قتلوه ضربوه بموس القلب مات. انا ندمت كي دعيت عليه، غاضني والله غاضني بزاف طفل، الله غالب يعني طفل خاطيه. هو مات الله يرحمه وانا راني نتعذب، حياتي ضايعه، غير نبكي ما عرفتش واش ندير. اللي يجي يخطبني ما يقبلوش به، وانا نبغي هذا ولد الشرق وباغيه نكون معاه. وبابا متمنيه نشوفه، متمنيه يهديني ربي ثاني على ماما. ادعوا لي ان شاء الله ربي يفرج عليا. حتى لحقوا وين قالوا لي ما راكيش بنته ودخلوا لي شك، قالوا لي علاه ما حوش عليك، علاه ما جا شافك. وانا سقسيت عمامي وعماتي ما بغاوش يجاوبوا، ما حسيتش معاهم بالحنانه، جايين قاصحين. داو نوامر تاعي وقالوا لي نعيطولك، مي لحد الان ما عيطوليش. واحد لا عيط واحد لا سقسى عليا. انا عييت وكرهت وجبت على ماما، ربي وكيلو اللي كان السبه. وانا راني نقرا في الجامعه درك، ما كان لي عيط لي ما كان لي سقسي عليا والو. قاعده عند خالتي وفرات وتقولي انا يا جبتك تقراي هنا، ولو كان مش انا والله ما تجي تقعدي عند خوالك خدامه عندهم. راني نقرا بالسيف ومنهز روحي شويه. المهم واحد نهار ما عندهاش بزاف من اللي صرات لي، رحت نقرا في الجامعه، تلاقيت مع شيرات جوزوا الاختبارات معايا، حكاو معايا ايا قالوا لي هيا تروحي معانا. انا رحت معاهم على نيتي، كنا 6 بنات، هما راحوا انا يا رحت. راحوا يشريوا الفطور، انا ما عنديش الدراهم، قعدت نستنى برا. ايا هما دخلوا يشريوا ومن بعد قالوا لي ما تشريش ولا ما عندكش بوه تشري، وبداو يضحكوا عليا قدام الناس. مور ريستورون ما عجبوش الحال، خزر فيهم خزره النورمال. وانا كي شفتها مكاك قلت لهم اني صايمه ودرت روحي نحكي في التليفون. على بالكم غضتني روحي خلاص، رحت نبكي لدرجه قريب ضربتني طوموبيل وما تولهتش. غضتني عمري خلاص، قعدت في بلاصه خاويه ونبكي ونعيط. وكلت عليه مربي. في هذيك دقيقه تمنيت الارض تبلعني. غضتني عمري بزاف، الفقر ماشي عيب، مي غضتني جاست. وانا الحمد لله
هذا راح عامي الثاني في الجامعة، ما درت والو والحمد لله يا ربي. إن شاء الله برك ربي يهديني على ماما برك، وإن شاء الله نبرة.